كل مرة بتولع فيها سيجارة بيطلع منها أكتر من 7000 مادة كيميائية. علشان كده مش غريب إن التدخين يكون من أهم أسباب الوفاة اللي ممكن نتجنبها في العالم. ومع إن حوالي 1.3 مليار شخص بيدخنوا، السؤال المهم: إيه اللي بيحصل لجسمك لما تبطل تدخين؟ بعد 20 دقيقة من الإقلاع، ضغط الدم وضربات القلب بيرجعوا لطبيعتهم. السبب إن النيكوتين كان بيحفز الجسم يفرز هرمونات تزود ضربات القلب وتضيق الأوعية الدموية، وده كان بيخلي إيدين ورجلين المدخن أبرد، لكن دلوقتي حرارتهم رجعت طبيعية. بعد ساعتين تبدأ أعراض الاشتياق للنيكوتين: عصبية، نعاس، توتر، وصعوبة في النوم. وده طبيعي لأن النيكوتين كان بيرفع الدوبامين في المخ، ومع توقفه الجسم بيحاول يتأقلم. بعد 8 ساعات، أول أكسيد الكربون اللي دخل الجسم بسبب التدخين بيخرج، ونسبة الأكسجين في الدم ترجع لطبيعتها، لأن أول أكسيد الكربون كان بيزاحم الأكسجين على خلايا الدم. عند المدخنين لفترة طويلة، المادة دي بتخلي الدم أتقل وتزود ضغط الدم واحتمال الجلطات، ومع التوقف الوضع يبدأ يتحسن. بعد 24 ساعة السعال ممكن يزيد شوية، وده مش حاجة وحشة، ده جسمك بينظف الرئة من السموم، وفي نفس الوقت خطر أمراض شرايين القلب بيبدأ يقل بشكل ملحوظ. بعد 48 ساعة النيكوتين بيكون خرج تماما من الجسم، الأعصاب اللي كانت متضررة تبدأ تتجدد، وحاسة التذوق تتحسن، فالأكل طعمه يبقى أحسن. بعد 72 ساعة أعراض الانسحاب بتوصل لأقصى درجة: صداع، غثيان، تقلصات، قلق واكتئاب، وده بيحصل مع أغلب المواد اللي بتسبب إدمان. لكن بعد المرحلة دي أسوأ جزء بيكون خلص. بعد شهر خطر الإصابة بالسكر من النوع الثاني والسرطان وأمراض القلب بيقل بشكل ملحوظ. بعد 3 ل 9 شهور الرئة بتكون اتصلحت تقريبا، الشعيرات الدقيقة اللي بتنظف الرئة بترجع تشتغل كويس، والكحة وضيق النفس بيختفوا تقريبا. بعد سنة خطر الإصابة بأمراض القلب بيقل بحوالي 50%. بعد 10 سنين احتمال الإصابة بسرطان الرئة يبقى نص شخص لسه بيدخن. بعد 15 سنة خطر الإصابة بالجلطة القلبية يبقى زي شخص عمره ما دخن. طبعا سرعة التعافي بتختلف حسب كمية التدخين وعدد السنين، وفي بعض أضرار للرئة ممكن تكون دائمة، لكن فوائد الإقلاع عن التدخين أكبر بكتير من صعوبته. شير لصاحبك المدخن يمكن يبطل، وتابعنا عشان يوصلك كل جديد.